اديني بقى مبرر واحد يخليكي ما تعمليش القمر ده في البيت. ده احنا هنعمله بالمية بس، من غير ولا لبن ولا سمنة ولا زبدة ولا بيض ولا توريق ولا الكلام ده كله. 45 واحدة كرواسون بتمن 2-3 من اللي بنشتريه، وكمان ايه احلى واجمل واطعم اللي بنشتريه من المخابز 100 مرة. وهنحشيه بالشوكولاتة وكمان بالجبنة، وكمان هنعملها سادة، يعني بقى هنرضي كل الاذواق. ويلا بينا بقى نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. بس الاول، لو اول مرة تدخلي قناتي اهلا بيكي، اتمنى تنوريني وتشرفيني باشتراكك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل وصفة جديدة بنزلها. معانا هنا بقى كيلو من الدقيق المنخول، هنحط عليه رشة صغيرة من الملح ونقلبهم بقى كويس جدا. وبكده خلاص تكون خلصت معانا المواد الجافة. هنجيب بقى بولة تانية ونحط فيها 2 كوباية من المية الدافية، ونحط عليهم كمان 2 كيس من الخميرة و5 معالق كبار من السكر، وهحط عليهم كمان شوية من الدقيق بتاعنا. وانا هنا بعمل تيست للخميرة علشان هي بتبقى مركونة عندي شوية في التلاجة، فعلشان حرام كل المقادير دي ما تروحش على الفاضي. فاقلبهم بقى كويس جدا، وبعد كده اغطيهم واسيبهم لمدة 5 دقايق لغاية كده ما يتفاعلوا مع بعض واتأكد من سلامتها. وبعد ما عدوا بقى ال5 دقايق، شايفين الفقاقيع اللي عملتها دي؟ معنى كده ان الخميرة بتاعتنا كويسة. نكمل بقى بقية المقادير. معنا نص كوباية من الزيت، زيت التموين اللي موجود عندنا كلنا. هنحط عليهم كمان 2 معلقة كبار من الخل وكيس من اللبن البودر، تقدري تستغني عنه مفيش مشكلة، ما توقفيش نفسك على حاجة. وكمان كيس من الفانيليا ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وبكده كمان نكون خلصنا المواد السائلة. نقلبهم بقى كويس جدا، وبعد كده نجيب الدقيق بتاعنا ونحطه عليهم بالشكل ده، واقلبها بقى الاول بالاسباتيولا. وهنا بقى كانت محتاجه ميه، فهجيب كوبايه ميه كمان من الميه الدافيه، ونحط بقى الميه بتاعتنا شويه بشويه. واقول لكم على مقدار الميه بالظبط اللي خدتها العجينه، ونعجن بقى بايدينا العجينه كويس جدا. بس كده تمام قوي. احنا عاوزينها توصل للقوام ده، عجينة ناعمة جدا جدا وطرية جدا جدا، بس مش بتلزق في الايد. هنرجعها بقى تاني البولة ونمسحها بمسحة صغيرة من الزيت. وادي المية اللي فضلت حوالي نص كوباية من المية، يعني العجينة اخدت معانا 2.5 كوباية من المية. اغطيها بقى واسيبها تخمر لمدة نص ساعة، علشان في الصيف، لو في الشتاء هتبقى ساعة. شايفين بقى العجينة بتاعتنا؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، حاجة كده تجنن. ملت البولة واكتر كمان. عجينة هشة قطنية، وبجد عاملة كده تحت ايديكي زي الملبن. وهشيل بقى من عليها البلاستيك راب وهبط العجينة علشان عايزة اخرج الهواء منها. وناخدها بقى وننزل بيها على المفرش بتاعنا ونعملها رول بالشكل ده. وبعد كده هقسمها ل4 قطع، وناخد بقى كل قطعة منهم ونكورها بالشكل ده، ونحطها بقى في صينية مرشوش عليها رشة صغيرة من الدقيق. وما ننساش طبعا الدعاء لإخواننا في غزة، اللهم هون عليهم اللي هم فيه يا رب، وسدد رميهم وانتقم من كل ظالم ومتواطئ، اللهم امين يا رب العالمين. وتعالوا بقى نشوف اسهل واسرع طريقة لتشكيل الكرواسون هتتخيليها، بدون زبدة توريق، بدون سمنة، بدون اي حاجة. وناخد بقى القطعة اللي احنا ونفردها بقى على قد ما نقدر على شكل دايرة. وده بقى سمك العجينة اللي احنا عاوزينه، مش رقيق قوي وبرده مش تخين. نظبط بقى العجينة بتاعتنا ونجيب بقى قطعة البيتزا او بالسكينة ونقطعها على شكل مثلثات. وطبعا حجم المثلث على قد حجم الكرواسون اللي انت عاوزاه، عايزاه كبير عايزاه صغير. انا عملته بالحجم المتوسط وكان مناسب جدا، وشكله كمان كان اجمل. والحشوة بقى زي ما انت عاوزة خالص. انا عملت شوية منهم سادة وشوية بالشوكولاتة وشوية بالجبنة. والحشوة بقى الأولى اللي هعملها حشوة الشوكولاتة. هنحط على كل مثلث قطعة من الشوكولاتة، وناخد بقى المثلث بتاعنا ونلفه بالشكل ده. وانتي بقى بتلفيه ما تشديش العجينة، خليها كده بخمرها بالهواء اللي داخلها علشان ينفخ معاكي في الفرن ويبقى حجمه حلو ويطلع كمان ناجح معاكي. يا رب بس يكون واضح معانا. على العموم هعمله معاكم مرة و2 و3، بس بقى ما تنسوش اللايك وتشتركوا في قناتي وعيلة القناة بتاعتي تكبر بيكم.
ونسيت اقولك انك لازم تدهني السجان بتاعتك بدهنة صغيرة من الزيت، ونسيبهم بقى لما يخمروا مرة تانية ويتضاعف حجمهم. اصلا على ما تخلصي تشكيل كل كمية العجينة اللي موجودة معاكي هيكون اول صاج خمر معاكي بالشكل ده. هنجيب بقى بيضايه كامله ونحط عليها كيس من الفانيليا ونقلبهم بقى كويس جدا وبالراحه خالص خالص علشان ما نضيعش الخمر اللي فيها، وندهن الوش بتاعها علشان يدينا اللون الحلو في الاخر. لو مش حابه بقى تدهنيه بالبيض ممكن تجيبي معلقتين لبن وتدهني الوش بتاعه، او كمان ممكن تجيبي نص معلقه صغيره من نسكافيه سريع الذوبان وتحطي عليه معلقتين ميه او لبن وتقلبيهم كويس جدا وبعد كده تدهني بيهم. بالنسبه بقى للتسويه هندخله فرن سخن نكون مسخنينه قبلها بربع ساعه في الرف الاوسط، مش هياخد معاكي اكتر من 12-13 دقيقه، ما تسيبوش اكتر من كده علشان ما ينشفش منك. اول بقى ما يحمر من تحت اقفلي عليه النار وشغلي الشوايه وخليكي بقى متابعاه وافضلي حركي في الصاج بتاعك في كل الاتجاهات علشان كله ياخد لون موحد. وعلى طول بقى اول ما بتطلعيه ببخاخه ميه ورش عليه رشه ميه صغيره وغطيه بكيس بلاستيك وبعدين فوطه علشان يرد من حرارة الفرن. قد ايه الحركة دي حلوة قوي ومهمة جدا جدا، وبيخلي المعجنات بتاعتك طرية جدا لغاية اخر واحدة. وده بقى الكرواسون الساده، سيحت مكعب واحد بس من الشوكولاته البيضاء والدارك وعملت بيهم خطوط بسيطه قوي على الوش، حاجه بسيطه اهي بس بجد اديته شكل روعه وخليته بقى بالجمال ده. وده بقى اللي احنا حاشينه بالشوكولاته. لو خايفه هنا بقى ان الشوكولاته بتاعتك تنشف في الفرن اعمليه ساده خالص، وبعد كده افتحيه فتحه صغيره بعصايه الشيش طاووق بسكينه صغيره، وبعد كده سيحي الشوكولاته وحطيها في كيس حلواني وبعدين احشيه بقى زي ما انت عاوزه وبالكميه اللي انت عاوزاها. شايفين بقى الجمال بتاعه؟ حاجه كده باظظ خالص، مستحيل ابدا ابدا هتشتريه من بره وهيبقى فيه كميه الحشوه اللي احنا عاملينها دي. ودي بقى اللي كانت بالجبنه القديمه، ودي بقى بالنسبه لي كانت التوب، حاجه كده قمر بكوبايه شاي بلبن كده بقى وانسي. يلا بقى قومي على طول اعمليه كرواسون طري جدا وهش جدا جدا والتسويه بتاعته مظبوطه واخد لون يجنن، احلى واجمل واطعم واوفر بكتير من اللي بنشتريه، بشويه دقيق وشويه ميه والحشوه بتاعتنا كمان بزياده، وينفع يكون بديل حلو قوي لسندوتشات المدارس، فبيكون اوفر ليكي كتير من انك تشتري بيض ولانشون وحاجات تانية كتير، وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده. وشايفين بقى كل الكمية اللي طلعت معانا دي من كيلو دقيق واحد بس، يعني توفير التوفير. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك يا جماعة، انا بقالي 3 سنين وداخلة في الرابعة. ارجوكم، عايزة اتفعل قناتي تتفعل يا رب. يلا، السلام عليكم.